ظلام الليل أغرقت ما بنا نعاسي مي بصح حنا رانا في ماناش ساكتين ما نغرقوش وما نروحوش بعيد. دونك نتوما اللي راكم تتبعوا فينا اقعدوا معنا على لي سمارت فون ديالكم وتابعونا باش تشاركونا بآرائكم كما جرت العادة. نشارك تنشيط الحصة مع زميلتي سونيا. مرحبا بك سونيا. مرحبا بك يزيد ومرحبا بكل متابعي راديو ام. كما على بالكم لو دي ديسمبر سي لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. دونك ككل السنه او ككل 10 ديسمبر تقوم جمعيات ونشطاء سياسيين باحياء ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولكن بالجزائر الجديده عشنا يوم خالي من النشاطات، وهذا راجع الى منع بعض السلطات الولائيه للجزائر الجديده من احياء هذه التظاهرات بدون ذكر اي السبب. للعلم ان يعني بالجزائر لا يزال هنالك معتقلي راي، لا يزال هنالك تضييق على حرية التعبير، وحسب مدافعين عن حقوق الإنسان هنالك ترهيب على المواطنين من طرف السلطات الحاكمة. إذن في حصتكم مرناش الساكتين سوف نتناول موضوع 74 سنة تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أين نحن يعني منذ 74 سنة؟ جزائر جديدة الكل متخوف من وضعية حقوق الإنسان بالجزائر. هنالك يعني زيارات لمقررين أمميين، انضمام الجزائر إلى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. هل كل هذا سيساهم في إعطاء دفع أو نفس جديد لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر؟ كما شفنا أيضا منع والي ولاية بجاية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر انعقاد الندوة 11 لحقوق الإنسان، والتي تنظمها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ككل عام بمناسبة الذكرى لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام. وكشف حسين بومجان رئيس مركز التوثيق والإعلام لحقوق الإنسان ببجاية في منشور له على الفيسبوك أنه تم حظر المنتدى 11 لحقوق الإنسان الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2022 في بجاية من خلال مراسلة أرسلها الوالي. كما أضاف أنه تم وضع روتل أمني كبير حول مقر الرابطة الجزائرية. وجاء في مراسلة الوالي التي نشرها المعني أنه وبسبب عدم التصريح حول تنظيم المنتدى لدى المصالح المختصة فإني أعذركم شخصيا الامتناع عن تنظيم فعاليات هذا المنتدى، ثم جاء السبب بسبب عدم وجود تصريح. نروح ونستقبل مكالمة. الو الو الو، مساء الخير. اهلين مؤمن خليل، واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك في حصة مرناش ساكتين. شكرا على الاستضافة. الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. نعم. دونك مؤمن خليل، 74 سنة تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أين الجزائر في هذه يعني كل السنوات؟ أين نتمركز؟ حقيقة يوم 10 ديسمبر يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده من الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948. أكيد أن في مثل هذا اليوم لازم أن علينا أن نقيم واقع حقوق الإنسان في عبر العالم وبخصوص في الجزائر. للأسف الشديد أن الحصيلة الحقوقية في الجزائر في هذه السنة هي حصيلة سيئة ومقلقة في نفس الوقت، لأن الأوضاع الحقوقية ليست على ما يرام. انتهاكات، اعتقالات، تعتيم إعلامي، ضغوطات على الحركة الجماعية والحركة السياسية والأحزاب السياسية. فكل هذه المؤشرات هي مؤشرات سلبية تعكس أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تدهورت، وأن السلطة ليس لها الإرادة السياسية الكافية من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في الجزائر. مؤمن خليل، يعني لاحظنا وهنالك معلومات تقول أن مقررين أمميين دخلوا في زيارات أعمال إلى الجزائر لمراقبة وضعية حقوق الإنسان ببلدنا العزيز. دونك هل هذا سيؤثر على سيرورة أو ملف حقوق الإنسان في الجزائر؟ هناك مقرر الجهوي للفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار الجزائر
الأيام الماضية. وهناك أيضا الجزائر قدمت دعوات لمقررين خاصين حول قضايا عديدة. نتمنى أن مثل هذه الزيارات تكون فرصة من أجل دفع السلطات الجزائرية للالتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما تعلمون أن الجزائر انضمت إلى المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. في ضمن هذه المنظومة هناك اتفاقيات عديدة تلتزم الجزائر باحترام بنودها، بما ذلك الحقوق السياسية المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مناهضة التعذيب، حقوق المرأة، حقوق الطفل. كل هذه اتفاقيات الجزائر عليها أن تلتزم باحترامها، وعلى النقاش أو الحوار الذي يجري بين السلطات الجزائرية والهيئات الأممية ينصب في هذا المجال. فنتمنى أن يكون في مثل هذه المناسبات أن يكون أكثر جدية والتزام واحترام حقوق الإنسان. ولكن لازم أن نشير أنه هذا لا يكفي، لأن المقرر أو الآليات الدولية لما تزور الجزائر يكون ذلك في مرحلة معينة وفي أيام قليلة. فاحترام حقوق الإنسان هو مسار دائم ولازم يكون يمتد إلى ما وراء هذا الحوار القائم بين السلطات الجزائرية والهيئات الأممية. وذكر أن تم استعراض الجزائر في مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وفي هذه المحطة الرئيسية وعدة دول أصدرت توصيات هامة تتعلق بتحسين الأوضاع الحقوقية في الجزائر، بما ذلك قضية المعتقلين السياسيين، قضية المنظومة التشريعية، خاصة المادة 87 مكرر، وربط النشاط أو حرية التعبير بالإرهاب. كل هذه التوصيات على الجزائر أن تلتزم بأخذها بجدية وتحسين الأداء الحقوقي في السنوات القادمة. مؤمن خليل، لو نتحدث عن الجزائر قبل 2019 والجزائر بعد 2019 فيما يخص وضعية حقوق الإنسان، وش تقولنا؟ احنا كرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقييمنا لحقوق الإنسان وضعية حقوق الإنسان يعتمد على معيارين. المعيار التشريعي، كل ما يتعلق بالتشريعات، والمعيار العملي أو المعيار الحياة العامة أو في الجزائر. فعلى مستوى المعيار التشريعي فهناك قوانين اعتمدتها الجزائر انطلاقا من 2019 لتضع إشكالية احترام حقوق الإنسان بطريقة كبيرة. وذكرت المادة 87 من قانون العقوبات 87 مكرر ليربط النشاط الحقوقي أو النشاط السياسي أو حرية التعبير بمسألة الإرهاب، وهذا قضية خطيرة جدا. وهناك أيضا الممارسات، أي أن نقول احنا في الرابطة أن هناك النص، هناك الدستور، وهناك تطبيقات. فغالبا من يكون تطبيقات على أرض الواقع مخالفة للدستور، وهذا كانت قبل 2019 واستمرت ربما بطريقة أكبر حدة ما بعد 2019. شكرا مؤمن خليل على مشاركتك معنا، وإن شاء الله ما تكونش هذه آخر مرة إن شاء الله. شكرا. والله حسب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أنه التقييم يكون حسب معيارين. المعيار الأول لابليكاسيون سور لو تيران، واش رانا نشوفوه، نتمناو يكون هنالك تغيير وإعادة النظر في واقع حقوق الإنسان بالجزائر. بهذا لكل اللي راهو يشاهد فينا وحب يتدخل في الموضوع، يشاركنا بآرائه أو يناقشنا، ما عليه غير يتصل بنا على 077 77 66 98. نروحوا إلى فاصل موسيقي خفيف ونعود لكم.
إذا دائما لكل هذا لوين التحق بنا في برنامج مرناش ساكتين، موضوعنا لنهار اليوم هو حول يعني اعتقالات، تضييق على حرية التعبير، منع الأنشطة الجمعوية. أين نحن بعد 74 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ على باليش إلا المكالمة وجدة ولا لا باش نشوف إلا نهضر مازال. دونك في انتظار المكالمة. كما قلت لكم زميلتي 74 سنة تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني شفنا سورتو يعني في الآونة الأخيرة منذ بداية ثورة الابتسامة هنالك اعتقالات، هنالك حجز، هنالك يعني خصوصا أحزاب وجمعيات وطنية وبلدية يعني راهم بين أيدي العدالة، ودي بارتي بوليتيك يعني من حقهم ممارسة العمل السياسي، إلا أنهم يعني مازال أوراقهم ولا كما يقولوا بين أروقة العدالة. ومناضلين يعني هنالك اللي تم تبرئتهم مؤخرا على غرار يعني نذكر حمو بومدين، مازال دي دوسي واحد آخرين مازال يعني دي بوسيت جوديسيال. كما شفنا اليوم يعني رئيس راديو أم إحسان القاضي اللي تأجل يعني القضاء تاعو ل 18 ديسمبر إلى ايتي روبورتي. اكزاكتومون. فوالا. وصحفيين واحد اخرين اللي مازالهم يعني يشرعوا ويجروا. دونك وقيل معنا مكالمه زميلتي سونيا. الو 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 الو، مرحبا بك حسين. وي مرحبا بك اهلين أستاذ حسين بومجان، مرحبا بك. وين يزيد؟ وي راني نسمع فيك حسين بومجان، مرحبا بك في حصه مرناش ساكتين. مرحبا بكم. يسلمك، مساء النور حسين. اذا يعني في موضوعنا لنهار اليوم رانا نتحدثوا حول التضييق فيما يخص حرية التعبير، منع الأنشطة الجمعوية وحتى يعني كأنشطة المنظمات الغير حكومية من طرف الدولة. ما تعليقك فيما يخص هذا الموضوع؟ تعليق على واش؟ على حرية التعبير، على منع يعني كأنشطة الجمعوية والأنشطة تاع المنظمات الغير حكومية. يعني كشفنا ديرنييرمون يعني تاع الرابطة لحقوق الإنسان اللي تم منع يعني وي. Donc tout d'abord bonsoir tout le monde. Bonsoir aux journalistes de Radio M. Donc comme prévu nous ici à Béjaïa justement à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme, nous avons la tradition d'organiser chaque année un forum, le forum des droits de l'homme. Donc nous sommes à la 11e édition. Cette année est un peu particulière puisque les activités qui devaient se dérouler ont été interdites. Sans évoquer le motif. Donc habituellement, nous sollicitons une autorisation quand il s'agit d'activités qui sont en dehors du siège. Donc, quand il y a une activité publique au niveau du TRD ou bien de la Maison de la Culture, on demande une autorisation. Donc, nous connaissons la procédure. Mais quand il s'agit d'activités internes, donc nous n'avons jamais demandé une autorisation. Puisque nous sommes dans notre siège et nous activons en toute légalité. Donc, cette année a été, je vous ai dit, particulière, puisqu'il y a une correspondance du Wali, qui émane du Wali, interdisant la tenue du forum. Donc, nous avons été interdits. À notre surprise, quand on est arrivé sur les lieux de notre siège, nous avons trouvé tout le périmètre qui a été bouclé par un dispositif de sécurité impressionnant. Donc, ils nous ont sommé d'arrêter les activités. Donc, nous avons demandé un écrit, donc, et nous l'avons récupéré au niveau du commissariat. Donc, voilà. On a arrêté nos activités, mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter complètement. Non, au contraire, nous sommes en train d'étudier les voies et les moyens, justement, comment riposter. Parce que nous considérons que c'est une grave atteinte. C'est une grave atteinte aux libertés
c'est une grave atteinte à la liberté d'expression et de réunion. Oui. Donc, il n'y a aucune raison qu'on soit interdit dans notre siège. Oui. Nous déplorons ce dérapage des autorités qui affiche une volonté délibérée d'étouffer toute expression et toute voix discordante. Oui. Donc voilà Oui. Un peu la situation par rapport à notre activité, par rapport à ce que nous avons la tradition de faire ici à Béjaïa. Oui. Oustad Boumdjan, que dit la loi concernant les autorisations? Est-ce que la loi interdit ou bien تشرط عليكم تكون عندكم une autorisation pour faire des forums ou bien des rencontres au sein de votre siège? Juridiquement. Je vous dis que nous sommes à la 11e édition. Oui. Donc, toutes les éditions précédentes, nous n'avons jamais été sollicités, demandés qu'on présente une autorisation. D'autant plus que les activités se déroulent au sein de notre siège. Oui. Donc, il n'y a eu aucune loi qui... Quand il s'agit des conférences que nous tenons à l'extérieur, Oui. soit à l'université ou bien dans des Oui. communes, là, c'est Oui. les associations organisatrices qui demandent l'autorisation. Mais au sein de votre siège, Ça demande juridiquement, ça ne demande pas une autorisation. Donc, Non, Oui. absolument pas. d'accord. Non. Donc, Hossein Boumdjan, ça justifie un recul sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Allô? Oui, vous حسين m'entendez. بومجان قلت لك هل يعني هذا الرفض يعبر ولا يوضح الصورة تراجع وضعية حقوق الإنسان بالجزائر؟ Justement, là, ça démontre justement la vraie nature du pouvoir algérien. D'un côté, il ratifie toutes les conventions relatives justement aux droits, relatifs aux libertés, et d'un autre côté, on est en train de mater toute expression, toute personne qui s'exprime librement. Donc, actuellement, même ici à Béjaïa, il y a beaucoup de militants qui sont poursuivis. Ils sont poursuivis pour leur activité, ou bien pour avoir simplement pour avoir simplement exprimé une opinion dans les réseaux sociaux, Facebook, bien d'autres. Ouais. حسين pour donner يعني تكون نظرة Oui. Chaque jour, c'est des auditions au niveau des commissariats. Aujourd'hui même, il y a eu une audition, il y a eu quelqu'un qui a été présenté. Donc, systématiquement, chaque jour, je dis bien chaque jour, des militants se présentent soit au tribunal, soit au commissariat. Oui. Hossein Boumdjan. Parmi ces militants, il y a Malik Bayahi qui est un militant de la Ligue, exactement, oui. Il y a Mibaki, Omar Aït Al-Arbi, Zahir Moulawi, Sadir Charrat, Rafiq Hamzal, Nordin Djoulan, j'en passe. Sbaiha Hakima, Beria Amar, Mira Mekna, et la liste est longue. اكزاكتومون حسين بومجان برك حبيت نسقسيك يعني باش نعطوا صوره واضحه لجميع متتبعي ومتابعات راديو هذا الرفض كان في بجايه برك ولا في ولايات واحده اخرى دونك ما على باليش الا عندك معلومه على هذا الشيء. معلومه على واش؟ اسكو يعني الرفض لتنظيم هذا المنتدى كان برك في بجايه ولا سمعتوا باللي كاين هنالك منظمات اللي حاولت تخليد هذه يعني التظاهره وما قدروش كاين رفض في ولايات واحده اخرى؟ Au niveau d'autres régions, nous n'avons pas encore des informations, mais je sais que au niveau d'Oran, il y avait une militante de la FIDH tunisienne qui a été refoulée dans les frontières tunisiennes, qui devait animer une rencontre au niveau d'Oran. Elle a été invitée par une association. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement Béjaïa qui est ciblé, mais c'est toute l'Algérie.
Exactement. Donc on veut mettre la société justement au pas et étouffer la liberté d'expression. Voilà, la militante, c'est l'avocate et militante féministe Yousra Ferraous, c'est ça. Elle a été interdite. اسمها يسرى فراوس. هي محامية مناضلة نسبية منعت من الدخول الجزائر. يعني السؤال اللي رحت نطرحه عليك حسين بومجان، الرسالة يعني للسلطات ربما يعني إذا كنا يعني يكون هنالك تضييق لتخليد أو لتنظيم مثل هذه التظاهرات راح يكون عنده تأثير سلبي على حياة المواطنين وعلى الجمعيات والمنظمات بشكل عام. ليكيب تكنيك رجليو لنا الصون برك نشوفوا مع حسين بومجان باش نسالو اخر سؤال. يعني قلت لك يعني كي يكون التضييق على الجمعيات وعلى العمل الجمعوي هذا سيؤثر سلبا على المواطنين وعلى المناضلين السياسيين. حبيت برك نعرف الرساله اللي قدر توجهها للسلطات باش يعني تساعد ولا باش تعطي فرصه من اجل ان يكون هنالك احترام لحقوق الانسان بالجزائر. Allô. J'ai mal compris parce que le son il est très mauvais. J'entends très mal. معلي حسين بومجان نحاولوا يعني نعاودوا نتصلوا بك. اوكي ميرسي بوكو حسين بومجان. ميرسي بوكو. دونك حسين بومجان ما سعفناش الحظ نزيدوا نسألوا أكثر لأنه المعني الرئيسي يعني رفض السلطات الولائية لبجاية حول تنظيم المنتدى 11 لحقوق الإنسان الذي ينظم ككل سنة ببجاية ومختلف الإقامات الجامعية والبلديات. والهدف منه يعني كان له حوار على يعني راديو أم وين قال لك باللي الهدف هو كما يقولوا توعية الناس حول وضعية حقوق الإنسان، وأيضا يعني اون انتربال لي زوتوريتي تاعنا على وضعية حقوق الإنسان بالجزائر. وفيما يخص واش كان يقول يعني تم منع المناضلة النسبية يسرى فراوس المحامية ومديرة المكتب الإقليمي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من دخول الأراضي الجزائرية دون تقديم أي توضيح أو حتى ما يبرر هذا المنع، بعد أن كانت مدعوة لحضور لقاء مع منظمات نسبية في غرة. وكان هناك يعني تضامن حقوقيون مع يسرى فراوس إثر يعني منعها من دخول الجزائر دون توضيح أو تبرير. بهذا لكل راهو يشاهد فينا واللي حب يعني كي يدخل في الموضوع تاع نهار اليوم ويناقشنا ويعطينا رأيه معنا غير يتصل بنا على 077 77 66 98. نروحوا إلى فاصل موسيقي ونولوا لكم. نعاود نولوا لكم. أينما كنتم حيثما وجدتم متابعات راديو أم في حصتكم ما رناش ساكتين. انتوما تطلقوا لا انتوما ليكيب تكنيك انتوما هبلتونا مي بصح حنا بلا بيكم ما نقدروا نديروا والو، انتوما بلا بينا ما تقدروا ديروا والو، وحنا يعني بدون متابع ومتابعات راديو أم ما عندنا ما نديروا. دونك قعدوا معنا برونشين وعيطوا لنا باش تشاركونا في آرائكم باش تهضرونا على واقع حقوق الإنسان بجزائر 2023. ماذا بلاش لابيل واجد ولا لا؟ هيا تخي بيان نستقبلوها إذا مباشرة. ألو مرحبا بك أستاذ فارس. مرحبا بك فارس، أول مرة يعني تكون معنا في بلاطو ما رناش ساكتين، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة فارس. مرحبا، احنا رانا من المدافعين تاع حرية التعبير ونحب عندنا رسائل ماذا بينا نوصلوها، دونك عرضونا برك. مش مشكل بلاطو. إذا فارس بودحوش من أمنستي ألجيري ولا باش بك نعرفوا. بدحوش دونك فارس بدحوش الرئيس الجديد تاع منظمة العقل الدولية ترى الجزائر. مرحبا بك. دونك إذا يعني حديثنا لنهار اليوم في عددنا لنهار اليوم هو حول اعتقالات تضييقات على حرية التعبير، أيضا منع الأنشطة الجمعوية. أين نحن بعد 74 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجزائر؟ تعليقك. والله واقع حقوق الإنسان في الجزائر لا يختلف كثيرا عن واقع الإنسان
حقوق الانسان في العالم. كما على بالكم بلي امنيستي انترناسيونال ما تنشطش برك في الجزائر. احنا عندنا نظره شامله، بالك نحاول نقدم جزء منها لانه بالك حصه كامله ما تكفيش باش نقدموا لكم. دونك امنيستي انترناسيونال يعني تلاحظ وتأسف كما قلت بقلق يعني واقع الانسان في الجزائر حتى بعد 24 74 سنه من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لأغلب الدول يعني راتيفي لي كونفونسيون هادو، زون ادوبتي لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروز هيومان، مي مالوروزمون من ناحيه التطبيق ولا من ناحيه احترام حقوق الانسان تبقى ضئيله جدا. كما على بالكم احنا البارح حيينا في المقر تاعنا اليوم العالمي لحقوق الانسان، وكان عندنا نشاط داخل المقر وين حاولنا انه نحسسوا شويه الضيوف اللي جاونا اللي زارونا، وحاولنا انه نوصلوا رسائل تاع بعض الناس اللي راهي تعاني في العالم كامل. وهو اكبر مثال انه القضايا اللي كنا اللي خذيناها البارح بعين الاعتبار انه كان جزء من بالك في اغلب القارات، في اسيا، في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، وحتى في اوروبا. يعني هذا دليل ان العالم كامل ما كما قلت ماهوش مليح. وشنو هي القضايا وش هي من القضايا اللي تم تناولتوها الامس؟ يعني اغلبها القضايا كانت تاع حريه التعبير. اغلب كاين الناس اللي كان ينشط في جمعيه، كاين الناس اللي عبر عن رايه في وسائل التواصل الاجتماعي، كاين الناس اللي شارك في مظاهرات. يعني هذو كامل القضايا قلنا كما قلت لكم في العالم كامل، راه العالم كامل نعم. الانسان في العالم كامل راه يعاني، وهو يعني الجزائر هي صوره صغيره عن هذا العالم اللي راه يعاني من ناحيه حقوق الانسان. نعم. واللي احنا ثاني الشغل وهو من اولويتنا انه شفنا بلي حريه التعبير راهي مهدده، حريه التظاهر راهي مهدده، وبالتالي اذا كنت تتبعوا بالك المنشورات تاع منظمه العفو الدوليه راهي اطلقت ماراثون على لونسي كومباني مونديال سون ابل بروتيجون لي مانيف، يعني اللي نحمي حق التظاهر لكامل المناضلين ولا الاعضاء تاع منظمه العفو الدوليه كامل شاهدوا انه حق التظاهر اللي مناسي كما يقولوا. صافي كالكو زاني دي مانيف في لاشين، في الجزائر، في ليبان، في لافرونس كانوا كامل ريبريمي، كانوا كامل صافي ديال لو دروا هذا كيان دروا بروتيجي بار لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا هيومان، بار لي كونفونسيون كون تي راتيفي بار سي بي لا. شغل هما ثاني راهم مهددين. دونك الاعضاء تاع منظمه العفو الدوليه في العالم كامل شغل شفنا باللي انه هذه راهي اولويه لازم نخدموا عليها. كذلك الحق حريه التعبير انه الناس كامل راهي تعاني. وفي الجزائر اولويتنا هنا في الجزائر عندنا مشكل تاع كنت تحدثت عليه عليه في وسائل الاعلام، انه كاين مشكل نضر منه الكثير من الناس، نضر منه من المتابعين اللي راهم متابعين قضائيا واللي راهم يدافعوا عن المتابعين قضائيا، الا وهو السجن المؤقت لا ديتونسيون بروفيزوار. الناس كاين يونا بوكو كيون سوفير كما قلت لكم باللي سواء كان متابع او مدافع عن حقوق الانسان او افوكا. شفنا ناس اللي دوزو دي موا اون ديتونسيون بروفيزوار، ومن بعد كاين منهم اللي خرجوا براءه. يعني هذه من جهه منظمه العفو الدوليه ترافع وتطالب باطلاق جميع سجناء الرأي، وكذلك تطالب باعاده النظر في هذا الممارسات، انه كاين ناس اللي راه يجوز في سنه ولا حتى 18 شهر حد السجن المؤقت ومن بعد خرج براءه. كاين فيه اضرار نفسيه واضرار جسمانيه. احنا كانت انا شخصيا كانت عندي فرصه اني تلاقيت ناس من اللي يجوزوا هاد لا ديتونسيون بروفيزوار اللي حتى 18 موا كان سون امباكت سوا فيزيكمون ولا مورالمون. دونك ماذا بك منظمه العفو الدوليه نطالبوا ولا نرفعوا من اجل اعاده النظر
وتولي كما هي قانونا انه تكون استثناء في الحالات القصوى. الحالات القصوى انه من اجل اذا كان لا ديتونسيون بروفيزوار ايت اوبليغاتوار بور اسيري ان بروسي ايكيتابل، هذه حاله خاصه ولا حاله استثنائيه، هذه شغل نتفهموها. اما انه تكون لا ديتونسيون بروفيزوار تكون شغل هكذا جينيراليزي على اي واحد متهم، سورتو كو لا بليبار دي زاكيزاسيون سون فورمولي فاغمون، دونك شغل قاعد كاين بزاف اللي راهم ينضروا من هذا، وفي الاخر يخرج براءه ويصيب روحه كي يخرج يصيب روحه ضيع بزاف حوايج وهو في الاخر بريء. اكزاكتومون، كاين اللي ضيع كيما قلنا ضيع صحته سوا فيزيكمون بسيكمون، وفي الاخر يحكموا عليه بالبراءه. وكاين اضرار سواء عليه هو ولا على عائلته ولا على الاقرباء تاعو كامل يخرجوا مضرورين. وفي نفس الوقت العداله ما عندها اي فائده، شغل العداله كعداله ما تفهم عندها اي فائده من هذا. اكيد. فارس، دونك سمحي لي زميلتي برك، فارس يعني شفنا في لي ريزو سوسيو يعني هاد الايامات اطلقتوا امنيستيا شاكاني ولا كي الحق 10 ديسمبر هنالك حمله لجمع التوقيعات بور ليبيري هكذا دي كا دي ديتيني ان بو بارتو دون لو موند، دونك بدات الحمله ولا مازال؟ نعم، الحملة هي رسميا انطلقت في 23 نوفمبر، هي سنطلع لو ماراثون ديلات. اكزاكت، ماراثون ديلات. الماراثون ديلات لوبجيكتيف تاعو سي كيما قلت لك بلي امنيستي حتى ولا كانت امنيستي انترناسيونال الجيري، ولكن هات شغل تابعه لسا موفمون انترناسيونال ديفونس دي دروجيما. وي هو موفمون انترناسيونال، دونك نشوفوا انسان كانسان، ما نشوفوش كمواطن جزائري او كمواطن افريقي او اوروبي. وياش كون ابل لو كونسيبت تاع وان امنيستي، يعني النشاط اللي تقوم به امنيستي في الجزائر في تونس في لبنان ولا في انجلترا، يعني هو نفسه ونفس الاهداف ونفس المبادئ. يعني نتقاسموا اغلب الافكار، باش ما نقولش نفس الافكار، اغلب الافكار. وعندنا الضحايا شغل سواء يكون افريقي ولا يكون اسيوي ولا اوروبي، يعني يبقى ضحيه بالنسبه للامنيستي. الماراثون ديالات ولا ماراثون الرسائل الهدف تاعو انه نخيروا اشخاص اللي الاكثر تضررا ونحاولوا نجمعوا التوقيعات ونكتبوا رسائل مسانده لهؤلاء الضحايا من اجل مساندتهم، وثاني من اجل محاوله الضغط على العداله لاعاده النظر في قضايا هؤلاء. يعني الماراثون يعني يشاهد نجاح كبير يعني في السنوات الماضيه. كان عندنا غياب لمده كورونا، يعني في فتره كورونا في فترة كورونا كان هناك نقص في النشاط، ولكن النشاط عاود ولا هذا العام. في الجزائر بدينا البارح على أرض الواقع، يعني كان تجاوب كبير، وإحنا فرحانين أنه بعد كورونا، بعد هذه الضغوطات، بعد هذا العالم كامل كما قلت شاهد ضغوطات تجاه خاصة النشطاء، ولكن لقينا مازال هناك شباب، مازال هناك اشخاص مهتمين ويتجندوا من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وهذا شغل شيء ثاني يحفزنا احنا كذلك باش نواصلوا. نتمنوا يعني انتم ما عندكمش كما يقولوا ديزانترديكسيون كما صرا مكتب التوثيق والاعلان عن حقوق الانسان ببجايه والرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان. لا شغل سي با ديزانترديكسيون، حنا درنا النشاط في المقر تاعنا، يعني ما كانش استاذ فارس. concernant le marathon de lettres, ça concerne quelques noms. Est-ce que vous pouvez nous dire les quelques noms que ça concerne? Bon, les quelques noms حنا في امنيستي الجيري، bon اللي كان تعطينا فرصه انه يكون وقت اكثر باش نشرحوا العمل تاع امنيستي. Amnesty راهي معروفة نعرف. Mais moi je voulais savoir c'est les noms, les quelques noms que ça va concerner. Oui. عندنا واحد الإخوة تاعو اللي من إيران. عندنا نصر الزجافي الناشط تاع الريف
معروف نشط في الريف ثاني خدمنا عليه. عندنا 3 إخوة من زيمبابوي وكاين ثاني من هونغ كونغ، يعني هما النشطاء اللي الأعضاء تاع منظمة العفو الدولي في الجزائر احنا خيرناهم باش نخدموا عليهم هذه السنة. الهدف قلت لك انه ما نخيروش الاشخاص على حساب المنطقه السكن تاعهم ولكن على حساب القضيه اللي كل واحد يشوفها انها هذا الشخص تعرض للضرر اكثر. احنا راح نخدموا عليهم وسبقنا انه خدمنا على اشخاص هنا في الجزائر، يعني منظمه العفو الدولي في الجزائر والاعضاء تاعها خدمنا عليهم، ومن بعد بضعة أشهر سمعنا باللي أنه إطلاق سراحهم ولا العدالة عودة إعادة النظر في القضايا تاعهم. وهذا الشيء اللي يحمسنا أنه في كل مرة في كل سنة نكون أكثر متحمسين أكثر باش نخدموا في ماراثون. يعطيك الصحة أستاذ فارس بوتحوش على المشاركة et d'avoir participé avec nous, d'avoir intervenu. شكرا لك وحظ موفق pour votre travail. Merci. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. إذن c'était Faris Boutrouch, Amnesty, le nouveau directeur تاع Amnesty Algérie, donc اللي كانت عندهم البارح كان عندهم ملتقى البارح اللي قاموا به. Moi malheureusement j'ai pas pu assister, c'était très intéressant aussi comme activité. Et donc ils ont عاودوا ولاو les activités تاعهم, donc ils ont lancé le marathon de lettres. Il a donné quelques noms que ça concerne هاد الخطرة. Donc moi j'aurais aimé كان يكونوا plus de noms algériens parce que عندنا بزاف من المعتقلين اللي آراء مي بون قال لك على حساب لو بوا تاع لو دوسي تاعهم كي يكون ثقيل بزاف دونك il le soutient. لكل اللي راه يشاهد فينا وحب يشاركنا في موضوعنا لنهار اليوم من خلال رأيه أو مناقشة للموضوع فعلى غير يتصل بنا على 077 77 66 98. vous n'êtes pas obligé تكونوا toujours d'accord معنا, donc même ceux qui se posent واش رانا نقولوا ما يقدر يتصل ويناقشنا الموضوع. دونك نروحوا إلى فاصل موسيقي ونولوا لكم. دائما في موضوع اليوم فيما يخص واقع حقوق الإنسان بالجزائر, يعني 74 سنة تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, يعني ورانا احنا وين رانا لاحقين, أي وضعية للجزائر فيما يخص 74 سنة تمر. دونك كان معنا فارس بوتحوش يعني اللي هو رئيس أمنيستي انترناسيونال بالجزائر, وين هضرنا على لو ماراثون ديال لتر اللي يديروه, وهضرنا على واقع حرية التعبير ولا واقع حقوق الإنسان بالجزائر اللي قال لك بلي كما هي كما جميع بلدان العالم. قال لك دائما هنالك خصوصا النقطة اللي تتعلق بحق التظاهر, قال لك في جميع بلدان العالم فيها يعني ديزانترديكسيون بور لي راسمبلمون ما على بالناش. دونك احنا ما شفناش هما على دراية على يعني دراية على الوضع حقوق الإنسان بمختلف دول العالم, احنا ما رناش نشوفوهم هكذا. دونك أهل الاختصاص اللي على بالهم أين نحن, أين تتمركز الجزائر في هذه الأوضاع. concernant يعني واش كان يحكي تاع امنيستي انترناسيونال, يعني قال لك سي ان تروك اللي راهو ان بو بارتو دون لو موند, يعني على حساب رويترز يعني اعلنت بريطانيا يوم الجمعه عن عقوبات تستهدف 30 شخصا حول العالم, وصفتهم بانهم شخصيات فاسده سياسيا ومنتهكون لحقوق الانسان ومرتكبون لجرائم عنف جنسي ذات صله بالصراعات. واضافت ان العقوبات جاءت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبه يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية, وشملت أفراد المتورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء وحشد القوات للاغتصاب المدنيين. وقال الوزير خارجية جيمس كليفرلي في بيان اليوم تتوسع عقوبتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية. وهذه العقوبات استهدفت العقوبات المستهدفين من 11 دولة. بعد نقول لكم شكون هما 11 دولة هذوما, بس ما نسيبوش اسم تاع الجزائر بق فيها. جلال المقراني مرحبا بك. نستقبل المكالمة. الو مرحبا بك جلال. اهلين, صافي لونطون ما هضرناش معك جلال المقراني. وي effectivement ça fait longtemps. مرحبا بك. وي صافا جلال بكم, رانا عايشين وكي تكونوا انتم لاباس احنا اكيد رانا لاباس. جلال المقراني 74 سنة تمر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أين تتواجد الجزائر؟
يا اوسي ان اوتر شيفر ا روتونير با 74 برك، يعني كاين ان اوتر شيفر اللي هو عدد المعتقلين اللي راهم اليوم في سجون لمجرد انهم يعني اعطوا الراي نتاعهم او يعني اعطوا ان فيزيون ولا فكره تخالف فكره السلطه. يعني هذا هو ثاني رقم ايضا يمثل يعني واقع من وقائع الحقوق والحريات في الجزائر، والى ما آلت اليه وضعيه حقوق الانسان في الجزائر. ونظن انه يعني خاصه في السنوات الاخيره وضعيه حقوق الانسان يعني في تراجع رهيب يعني في الجزائر، وهناك يعني مؤشرات يعني لهذا الشيء، لهذا التراجع. من بينها ايضا يعني ماشي غير في الجزائر، ولكن في بعض من الدول الاخرى التي يعني هي انظمه تعسفيه وانظمه شموليه، يعني مارسوا يعني خروقات فيما يخص حقوق الانسان، خاصه في فتره الفيروس كوفيد 19، اين يعني تحت غطاء يعني الوقايه وتحت غطاء حمايه المواطن يتم في نفس الوقت قهر المواطنين وسلب الحريات وقمع الحريات. فليس هذا الشيء في الجزائر فقط، ولكن ايضا في الجزائر يعني مورست يعني تم يعني زون بروفيتي دو لا بيريود دو لا بانديمي باش يعني يقمعوا بطريقه او اخرى حريات المواطنين، وخاصة الحريات يعني حرية التعبير وحرية يعني إعطاء فكرة تخالف منطق وتوجه السلطة. يعني كجلال المقرني en parlant de ça يعني puisque نهضروا même يعني c'est un truc qui se passe aussi même à l'international. donc شفنا مؤخرا انه تم منع نشطاء حقوقيون من مغادرة التراب الوطني، بصح مؤخرا شفنا ايضا حتى منع نشطاء يعني كمناضلين ونشطاء في الحقوق من دخول الجزائر. يعني مش تعليقك في هذا المنع؟ هذا ايضا تراجع رهيب في مجال الحريات الاساسيه طبعا، لانه اليوم سي دوماج اليوم كمواطنين كاين يعني بدون قرار من العداله، حتى يعني بين قوسين يعني وضعيه العداله في الجزائر. ولكن نشوف يعني الى ابعد من ذلك انه قرارات تأتي من تعليمات أنه يمنع مواطن من مغادرة أو دخول تراب الوطني. هذا شيء مؤسف، وهذا يعني يعطي يعني نظرة حول وضعية الحريات في الجزائر. فاليوم يعني يتواجد أكثر من 50 واحد في هذه القائمة التي يعني وضعت يعني خاصة في عام 2021، حيث تم يعني تم جو سي با لا ميزون بلاس تاع هذيك لا كواليسيون لا كوميسيون سوا ديزون اللي قال لك اونتي تيروريزم، اللي تشمل يعني كامل القوات والاسلاك الامنيه، واين تم يعني اعطاء اصدار هذا التعليم او الاوامر انه لا يجب لبعض من المواطنين مغادره التراب الوطني بدون سبب. يعني ما كانش في اغلب الاحيان ما كان حتى سبب يعني يقول لك انت ما تقدرش تخرج، وحنا راه هكذا راك في الفيشي تاعنا ما نقدرش نخلوك تخرج، وما نقدروا نديروا لك والو. دادير يعني جو سيت جوست ان اكزومبل الصحفي مصطفى بن جمال اللي يا اسيي يكومبروندر سيتادير يحوس يفهم يعني الوضعيه نتاعو وين، يعني عاود بليزيور فوا راح للبوست دي فرونتيير باش يفهم منين جات هذه التعليمه وكيفاش جات هذه التعليمه، كيفاش تم اصدار هذا التعليم اللي تمنعوا من الخروج من التراب الوطني. للاسف ما قدرش يتعرف، ولكن اللي نقدروا نقولوا بانه ماشي تعليمه من عداله، لانه بالمعروف انه يعني الانترديكسيون دو كيتي الترفار ناسيونال يتم يعني اعلانه من طرف القاضي وليس من اي جهه من الجهات. نعم صحيح. مي مالوروزمون رانا نشوفوا اليوم مواطنين ils sont dans la contrainte de partir ولا de quitter، ولا ميم اللي راهم برا ما يقدروش. كاينين بزاف دايور بهذا الاخر هذا التعليمه ولا هذا يعني هذا التراجع في الاخر ما يقدروش يولوا باسكو خايفين.
على بالهمش يشكو راه في لا ليست ولا ماشي في لا ليست، مي خايف يدخل باسكو يقدر يلقى روحو باللي لي ريشيرشي ويحكموه. دونك سا اوسي سا في بارتي من هذا التراجع الرهيب اللي رانا نعيشوه خاصة من من 2020 لليوم. سؤال آخر جلال المقران، يعني معلومات تقول بأن هنالك مقررين أمميين هنا بالجزائر لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، انضمام الجزائر لمجلس حقوق الإنسان. دونك هل هذا سيغير شيء في وضعية حقوق الإنسان بالجزائر مستقبلا؟ نأمل ذلك. يعني طبعا سمعنا وسي باللي كاين مراقبين يعني وسي كاين انضمام. داير اون بوزي دي كيستيون سور كيل باز الجيري قبلوا لها لاديزيون تاعها في الاطلاق تاع حقوق الانسان، باسكو رانا نشوفوا شاك جور يعني خروقات في حقوق الانسان، وميم طون يعني يعني دخلت كعضو. اسبيرون بيان كو هذا الشيء راح يجيب تحسن في مجال حقوق الانسان اي اوسي مجال الحريات الديمقراطيه، لان اليوم واش رانا نشوفوا كما باسكو هي داخله ثاني في حقوق الانسان، رانا نشوفوا يعني هذه الضغوطات ولا هذا يعني هذا الغلق في مجال الحريات الديمقراطيه والحريات الاساسيه، يعني راه يدينا الى وضع ولا تازم الاوضاع اكثر فاكثر. لان اليوم ماشي كي تمنع المواطن ولا كي تمنع منظمه ولا كي تمنع حزب ولا كي تمنع جماعه من الشباب ولا باش يهضروا اللي راح يعني يعني تتحكم في ولا تسير في البلاد. لانه انا نظن ان اليوم يجب اعاده النظر في هذا المجال، وخاصه الحريات الديمقراطيه وحريه النشاط السياسي وحريه اعطاء الراي الاخر. اسبيرون بيان باسكو اوسي كيما على بالكم الجيريا اوسي فاتت الايامات اللي فاتوا في نوفمبر سكون ابل ليكزامان بيريوديك يونيفرسال، وكاين لائحه من يعني دي ريكومونداسيون داروهم البلدان اللي كيون اكزاميني لو دوسي دو الجيري. جيسبر كو الجيري فا ريفوار sa stratégie ou là c'est-à-dire ses positions vis-à-vis ces questions des droits humains. Espérons bien aussi يكون تحسن، لانه هذا الغلق يعني هذا الغلق يدي الى حفايج اللي ما نتمناوهمش كاع. لازم كمان ينقصوا شويه، ينقصوا هذا الضغط على مواطن، ينقصوا هذا لا ريبريسيون على النشطاء السياسيين ان شاء الله. جلال المقراني، بحديثك عن الغلق يعني هنالك تجمع عمل الشبيب الجمعيه الوطنيه للشباب التي سيقرر مصيرها يوم 22 ديسمبر امام المجلس الوطني يعني في لا جوستيس. دونك هل هنالك تفاؤل تولي المياه لمجاريها ويكون عوده نشاط جمعيه راج؟ يعني انا فيما يخص ملف جماعه راج يعني سي فري احنا رانا اوني اوبتيميست اون اتون كي ريباراسيون جوستيس ولو راج سوا ريابيليتي، باسكو كما قلت يعني كانت لوديونس قدام مجلس الدوله لو كونساي ديتا كانت بروغرامي بور لو 17 نوفمبر مي تاجلت قال لك بور لو 22 ديسمبر. اسبيرون بيان باللي لو 22 ديسمبر لو راج سورا ريابيليتي، لانه اترافير سيت ديسيزيون. Pour moi, c'est une décision politique, c'est pas une décision de justice, c'est-à-dire c'est une décision de dissoudre l'association, يعني حل الجمعية راج. À travers cela, c'est tout le mouvement associatif autonome qui est visé, يعني tout المجتمع المدني المستقل اللي يعني تحت السبلة تاع السلطات، لأنه راج ما هددتش البلاد، ما هددتش الأمن الوطني، ما هددتش يعني المصلحة العليا للبلاد، لأنه راج يعني ما خرجتش من الاهداف تاعها، والاهداف تاعها معروفه، والنضال تاع الجمعيه راج معروف، وكانت يعني كان نضال شفاف وعلني اللي هو نضال من اجل المواطنه والترخيص تكريس حقوق الانسان في الجزائر. انا نظن انه يجب ان اعاده النظر في هذا الملف، يجب ان يعني il faut que justice soit faite, il faut qu'il y ait une réparation de justice، ولازم يعني يرجعوا ريابيليتي لاسوسياسيون راج، لانه كما قلت قبل سي اترافير لاسوسياسيون راج c'est tout le mouvement associatif qui est menacé. D'ailleurs même après par la suite on a vu يعني كاين بزاف جمعيات وخاصه في وهران ووصلوا حتى لاسوسياسيون يعني هيومانيتير خيريه كما كاريتاس. دونك يعني جيتي اوبجي ciblé par le pouvoir. Donc je pense espérons bien باللي لو 22 هذايا اللي راه جاي راح يكون ريباراسيون جوستيس ويرجعوا الاعتبار لجمعيه راج ان شاء الله. شكرا لك جلال المقران.
شكرا. ميرسي دافوار انترفيني. ميرسي بوكو. دونك نتمناو انه كما قال جلال المقرني سيكون هنالك اصلاح للعداله وتولي المياه لمجاريها وتعود جمعيه راجل لنشاطاتها المعهوده. دونك حميمي بويدر ما تقلقش، دوك نعيطوا لك ليكيب تكنيك راهي توجد في لابيل ديالك. دونك انتم اللي راكم تتبعوا فينا ما عليكم غير اتصلوا بنا على 077 77 66 98 باش تشاركونا بارائكم. نروحوا فاصل موسيقي خفيف ونعاود نولوا لكم. إذا لكل هذا والتحق بنا في برنامج الساكتين. موضوعنا لنهار اليوم هو حول موضوع حقوق الإنسان، تم منع بعض الأنشطة الجمعوية وأنشطة تاع منظمات مختلفة، وأيضا اعتقالات وتضييق فيما يخص حرية التعبير. أين نحن بعد 74 سنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ نروح نستقبل آخر مكالمة. ألو. الو، مساء الخير. مساء الخير سونيا. مساء النور حميمي. يزيد مساء الخير لكل اعلاميي وصحفيي راديو ام مغرب ايماجو. التقنيين ما نساوهمش، ونقول مساء الخير لكل المستمعين من الداخل ولا من الخارج. يسلمك حميمي، دير لي في التيكيت ما نخليتكش تهضر. هذه اسمع، هذه مفتعله من طرف يزيد فقط. المهم شوف، ونشكركم والله نشكركم. يعني طريقه طرحكم للسؤال اليوم حول يعني اين نحن بعد 74 سنه من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. لانه بكل صراحه اليوم نحن كافراد، كمواطنين، كمناضلين حقوقيين وسياسيين، نتساءلوا هل نحيي الذكرى او نحتفل بالذكرى؟ لا كوميموراسيون ولا لا سيليبراسيون دو سيت دات هيستوريك. لانه نبدا اولا من الجانب الايجابي دو بوزيتيفي لي شوز. اكيد في هذا اليوم من سنه 48 900 ألف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة حدث هناك اتفاق ظرفي واتفاق شبه عالمي حول أدنى حقوق اللي لازم يتمتع بها أي فرد، أي شخص أينما يتواجد على هذه المعمورة، ليعتبر هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على شكل لو مينيموم دو سميج اللي لازم يتمتع به اي فرد، يعني من جانب يعني الحقوق السياسيه، الثقافيه، الاقتصاديه والاجتماعيه. وهذا الاعلان من جهه الى سيرفي الكثير من دول العالم وخاصه التي كانت تحت الاستعمار باستغلال هذا البيان كوسيله للضغط على لا كوميونيتي انترناسيونال وللحصول على استقلالها والحريه. وما ننساوش انه ظهرت من بعد العديد من الاتفاقيات اللي كان اساس تاعها هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان. نذكر مثلا اتفاقيه الحقوق السياسيه والمدنيه، اتفاقيه التمييز ضد المراه، اتفاقيه الحقوق الثقافيه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي ظهروا في 66، وزيد يعني العديد من الاتفاقيات اللي الدول من بعدها يعني الكثير من الدول مضتهم. لكن في نفس الوقت نتأسفوا انه هناك كانت يعني منذ في العديد من محطات منذ يعني خمسينيات القرن الماضي العديد من الشعوب والدول تم اضطهدت باستغلال هذا البيان، باستغلال هذا البيان لخلفيات يعني عرقيه، ثقافيه، سياسيه. وكاين ايضا منهم من الشعوب من مورس عليهم الاستبداد من طرف الانظمه تاعهم الشموليه الدكتاتوريه، رغم ان دولها امضت على هذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وامضت على العديد من الاتفاقيات اللي قلت عليها اكثر من 70 سواء دوليه او جهويه او اقليميه. اعطيني مثال فقط. نحن في الجزائر رغم ان الجزائر اكيد بعد تضحيات عديده للجزائريين والجزائريين والعمل الجبار اللي قامت به الدبلوماسيه الجزائريه في بين الخمسينيات والستينيات القرن الماضي، استطاعت الجزائر ان تتحصل على الحريه نتاعها والاستقلال نتاعها. لكن للاسف الشديد
ظهر بعد سنين ان الفرد الجزائري لم يتحرر. لماذا؟ لان لازم نوليو الاصل تاع البيان او اعلان حقوق الانسان اللي ينص على الحريه الجماعيه للدول وللشعوب، وينص ايضا على الحريه الفرديه تاع الافراد. لذلك احنا بعد 60 سنه ظهر انه اكيد جغرافيا استقلنا واسترجعنا السياده على التراب الوطني، لكن للاسف الشديد الفرد الجزائري لم يتحرر بعد، وما زال الجزائري يناضل على ابسط حقوقه الاساسيه، سواء السياسيه، الثقافيه، الاقتصاديه او الاجتماعيه. احسن دليل منذ 62 الى يومنا هذا حدثت هناك آلاف من الجزائريات والجزائريين الملتزمين والمدافعين على حقوقهم سجنوا، مورس عليهم تحرشات قضائيه، تحرشات بوليسيه، مورس عليهم الضغوطات، مورس عليهم دفعوا الى الهجره بسبب المطالبه بحقوقهم، سواء في كل يعني احسن دليل اليوم يعني مازال عندنا في 2022 مواطنين افراد سجنوا بسبب المطالبه بحقوقهم المتمثله في حريه التعبير، حريه الراي، حريه الممارسه المواطناتيه بصفه عامه، سواء الممارسه السياسيه او الجماعويه او النقابيه. اليوم الناس عندنا اكثر من 100 واحد راه مسجون بسبب ارائه. عندنا احزاب سياسيه معتمده من طرف الدوله الجزائريه، راهي صدر انجال والله منحله، جمعيات وطنيه، نقابات وطنيه. اذا وضع الحقوق في الجزائر يعني بصفه عامه سواء السياسيه او الثقافيه الاقتصاديه الاجتماعيه هو وضع تعيس، وضع مزري، رغم انه اخلاقيا الجزائر ملزمه على احترام البيان العالمي او الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هي مضت عليه، وتحترم كل الاتفاقيات التي امضتها الجزائر، من بينها كما ذكرت منذ قليل اتفاقيه الحقوق السياسيه والمدنيه، اتفاقيه حول الحقوق الثقافيه الاقتصاديه الاجتماعيه، اتفاقيه ضد التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل وما غيرها من اتفاقيات الجهوية والإقليمية. فهي اليوم أكثر من وقت مضى ملتزمة لاحترامها. حميمي بويدر، يعني بما أنك ناشط سياسي وتنتمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية اللي هو أول حزب يعني دعا إلى تكوين مجلس لمراقبة حقوق الإنسان هنا بالجزائر، اللي نظم يعني الكونغري تاعو صافي واحد يومين. والله اكيد يعني تاريخيا الجبهه القوى الاشتراكيه اللي هي اول جبهه سياسيه معارضه تاسست يعني في سبتمبر 63 اللي طالبت يعني بحقوق الجزائريين والجزائريين، حق الجزائريين في استرجاع سيادتهم المغتصبه في 62، حق الجزائريين في انتخاب جمعيات اساسيه، حق الجزائريين في بناء دولتهم، تكون دوله الحريات، دوله القانون، دوله الديمقراطيه. كان معظم مناضليها وعلى راسها حسين احمد ربي يرحمه من مؤسسين لاول رابطه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان في 85، ومعظم يعني مناضلين تاع الاساسات انذاك كانوا هما ايضا مناضلين من اجل الحقوق الاساسيه، من اجل الحريات، من اجل الاحترام، ودفعت على هذه الحقوق، وطالبت السلطات في الجزائر انها تلتزم على احترام هذه المعاهدات، هذه الاتفاقيات الدوليه التي امضتها الجزائر. لكن نتاسفوا كمناضل في الحزب، نتاسفوا ما حدث مؤخرا يعني في زيرالدا، وبه الروح ما نطولش عليكم. الروح فقط اتساءل هل يعني ما حدث في زيرالدا هو مؤتمر ينعكس فعلا بعد ولا ميزان هذه الجبهه ام ماذا؟ لانه تقليديا الاساس عودنا في انعقاد هذا النوع مؤتمراته يجعل منها حدث سياسي كبير بامتياز، وما لم يحدث في هذا المؤتمر. واحسن دليل انه غياب كلية لممثلين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، سواء من احزاب سياسيه، سواء من شخصيات وطنيه سياسيه، معظم الجمعيات، النقابات، لي بارتنير يعني اوفيسيال تاع الحزب غابوا عن هذا الموعد سنين، بشهاده تمام الحاضرين
ما عدا بعض المناضلين يعني اللي هم مناضلين في الحزب، لكن غالبيه الحاضرين والناس غرباء عن الحزب. هنا نتاسفوا. هذا الجهاز اصبح يمارس نفس ممارسات تاع احزاب السلطه او ادوات السلطه، صدر يستثمروا في تعمير لوروبيساج تاع لي سال. ثالثا غياب تام لتمثيليات الدول، صدر لي شونسيلوري دبلوماتيك تاع الدول، لأن الأفافاس ليس فقط جبهة سياسية محلية بل دولية ودولية، لأن الأفافاس حزب عضو في الانترناسيونال سوسياليست. رابعا على المستوى الإعلامي ما شفنا فيه والو. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الصحفيين اللي راحوا حضروا يغطيوا ولا اسمه ما لقاوش محتوى سياسي اللي ينقلوه ويخبروا الرأي العام. هذا الموعد جعله هذا الجهاز من مفروض ان يكون حفل سياسي او موعد سياسي بامتياز، رجعوه الى لقاء عادي، لقاء يعني بسيط من اجل مناقشه نقطه واحده، من يتحكم في الحزب مستقبلا. اخيرا بقى حميمي معك تسمع في يزيد او يهضر معك؟ اختم كلامي بسرعه. وحي فقط en 30 secondes حميمي. Je vais être un peu dur معك. En 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes. ما نطولش عليكم. وحي فقط تحية نضالية إلى كل مناضلات ومناضلين أفافاس من كوادر ومسؤولين سابقين وقادرين ومحليين على تحمل مسؤوليتهم والكلام في هذا الوقت، في هذا الظرف العسير، في هذا الوقت اللي الحزب يعني يعاني من أزمة عميقة، أزمة سياسية. خلاص ولي 30 secondes. لهم النضال المواصلة في النضال ويعطيكم الصحة. شكرا حميمي، مالغري كو خرجت لنا شوية على السوجي مي بون ماهيش. جوريم يعني تجاوب لنا على أنه الأفافاس الحزب الوحيد اللي طالب من السلطات الجزائرية يعني كما يقولوا تنظيم مجلس لمراقبة حقوق الإنسان بالجزائر، لأنه بزاف الأحزاب السياسية ما راهيش تطالب بهذا الشيء في الوقت اللي رانا فيه، وما راهيش يعني تجري، لأنه باش طالب في هذاك الوقت حسين أحمد باش طالب بتنظيم مجلس وطني لمراقبة حقوق الإنسان بالجزائر، شيء كبير اللي نشوفوه هذه الأيام غائب، يعني ما كانش مطالبة بمثل هذه الأشياء. مي بون خرجنا من سوجي نوزا بارلي دوطخ شوز. المهم وصلنا لنهاية الحصة. العدد لنهار اليوم لكل شاركونا و تو سو كي زون انترفونو معنا يعني في عددنا لنهار اليوم نشكرهم، واللي ما قدرناش نعيط لهم ولا اللي on n'a pas pu les avoir, peut-être qu'on pourra les avoir dans un prochain numéro. donc بهذا يعني نعاود نفكركم فقط لمتابعة بقية البرامج، ما عليكم غير تدخلوا على موقع radio-1.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب مع تفعيل الجرس باش يلحق لكم كل جديد. ومع هذا بقى نقول لكم غير باي باي، بقوا على خير في عدد آخر إن شاء الله. سلام.